الجمال والصواني الحلوة. ايه الجمال والحلاوة دي؟ صينية مكرونة بالبشاميل واللحمة المفرومة. ليه تشتريها من مطبخي وما تروحش مطبخ تاني؟ عشان خاطر الصينية دي محطوط فيها لحمة بلدي. المطبخ التاني مش بيحط لحضرتك لحمة بلدي. ليه تشتريها برضو تاني من عندي وما تروحش المطبخ تاني؟ اللبن اللي استخدمته لبن طبيعي، لبن من اللي احنا بنجيبه ونغليه ونطلع منه قشطة حلوة كده نحطها في الصينية الحلوة دي. فطبعا دي مش اي صينية، ومحطوط فيها كريمة طهي ومحطوط فيها جبنة كريمي، فصينية فعلا تتقدم وتتهدى لملوك. لو هنعمل الصينية دي لشخصية مهمة مش هنعتني بيها اكتر من كده. فانت وانت بتشتري الحاجة من عندي اعتبر نفسك انك VIP، حد مهم جدا جدا جدا، والحاجة دي معمولة لك مخصوص سبيشال ليك بأحسن مكونات. السمنة اللي استخدمناها سمنة بلدي، فاحنا انت عندنا كده لبن طبيعي وسمنة بلدي ولحمة بلدي، والمكرونة من أحسن الأنواع، اللحمة من أحسن جزار في مصر، وبقولها بمنتهى الثقة. لحمة لا يختلف عليها اتنين تماما. فدي أعتقد إنها أسباب كافية جدا إن حضرتك تشتري الصينية دي من عندي وما تجيبهاش من عند حد غيري. تاني نقطة عايزة أتكلم فيها، هل حضرتك تقدر تميز أو تقيم من الفيديو ده الصينية دي ممكن ياكل منها كام فرد؟ يعني لو أنا صورت لحضرتك الصينية اللي أنا حاطة فيها المكرونة دي وهي فاضية، أنت هتقدر تقرر تشتري أو ما تشتريش؟ لا. على العموم الصينية دي احنا عاملينها على أساس يعني إنها في المتوسط تأكل 4 أفراد، هتتقطع 4 قطع كبيرة، بس هي ممكن تأكل فردين وممكن تأكل فرد. إيه ده إزاي؟ لأن الصينية دي من جمالها أنا جاني فيدباك عنها إن في فرد فضل ياكل فيها مش قادر يوقف، رغم إن هي تأكل كمان ممكن 5 أو 6 أفراد لو في أكل تاني جنبها. ممكن في فيديوهات تانية أوضح النقطة دي أكتر من كده، لأن فعلا الفيديو مش بيوضح أبعاد الصينية ولا بيبين تأكل كام فرد بالظبط.